إلى جانب ذهاب وفد من ديوان الرقابة المالية للاطلاع على العقود المبرمة بين الإقليم والشركات النفطية لغرض تعديل المادة 12 وإضافة 13 دولار على البرميل، وهذا يعني وصوله إلى 23، والإقليم لا يريد دفع الإيرادات التي عليه. ناقص خطر تقرعه كتلة الآمال الوطنية البرلمانية التي أماطت اللثام عن وجود حقول نفطية في كركوك تابعة للمركز يسيطر عليها الإقليم ويمنع الدخول لها. بيانها أوضح أن بغداد لا تمتلك السطوة أو السيطرة أو الاطلاع حتى على إنتاج النفط والغاز وتصديرهما في شمال كركوك. وسط هذه الصورة قال رئيس وزراء كردستان مسرور بارزاني على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا لوكالة رويترز أن المفاوضات بين بغداد وشركة بي بشأن اتفاق كبير لإعادة تطوير حقول النفط في كركوك يجب أن تشمل الإقليم أيضا، بداعي أن المنطقة التي تتحدث عنها بغداد مع شركة بي هي منطقة متنازع عليها، ووفقا للدستور فالمناطق المتنازع عليها لا يمكن اتخاذ القرار بشأنها من أربيل وحدها أو بغداد وحدها. التصريحات هذه تشير ذلك إلى نزاع محتمل بين الحكومة العراقية المركزية والإقليم بحسب ما ذكرته رويترز، وتشكل السيطرة على حقول النفط والغاز مصدر توتر منذ فترة طويلة بين بغداد والكرد ومنطقة كركوك الغنية بالموارد الهيدروكربونية في محور هذا الخلاف، ما ينذر بوجود أزمة تلوح بالأفق علها تتعقد أكثر كلما اقترب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة التي يشتد وطيس المناكفات والسجالات فيها بين مختلف الكتل السياسية.